ماشي ورايا قاطرني ليه يا عاوز تسرقني يا لطفي؟ فاكر نفسك اصيع مني يا ابن امبارح؟ لطفي ده انت طلعت غبي يا حري، قطعت بلقمتك. ده انا كنت هشغلك واكبرك وانضفك. ايه؟ بتقول ايه؟ تعلي صوتك علي، علي صوتك سمعني. يلا ادخل من قدامي، غور. تعرف تروح لوحدك ولا اجيب لك توصيله؟ بس اللي اشترى اللوحات دي اكيد حد بيحبك، بس عبيط شويه. طب يا جماعه ما ممكن فعلا حد يبقى بيحب الفن التشكيلي وعجبه شغلك يا نور، عادي يعني بتحصل. انا شخصيا مع الراي ده. نور يا حبيبتي صدقيني انت شغلك تحفه روعه يجنن. طب والله العظيم والله العظيم من غير تحيز. والله انا كنت متوقعه حاجات كتير قوي للمعرض ده، كلها باظت الحمد لله. معلش يا حبيبتي معلش. كلي روحي اتفضلي. واحنا بناكل ايه يا ابو سمره؟ دي لازانيا. كمال باشا اللباد منور الدنيا كلها يا باشا. اهلا 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 اهلا، ازيك يا رامي؟ ازيك يا باشا؟ والله ليك وحشه، وازيك وزي ماما؟ الحمد لله، والله مبسوط ان حضرتك لسه مفتكر اسمي. معقوله يا رامي انساك؟ ده انت ابن الغالي. تسلم لي ذوقك يا كبير. انا بس جاي اقول لك ان الحساب عندي، ما تحاسبش انت والناس الحلوه اللي معاك. لا يا حبيبي ده كلام برضه يا رامي، لا ده واجب علينا. من بعد خيرك يا كبير. وبصراحه يعني ما انت طول عمرك بتاكل مراتك وبنتك من فلوس الناس. ايه اللي بتقوله ده يا رامي؟ انت جننت في عقلك ولا ايه؟ عيب، انا قد والدك. والدي اللي مات بحسرته بعد اللي عملته فيه. ده انت حتى ما جيتش عزاه يا اخي. ايه اللي انا عملته فيه؟ ابوك شركته خسرت، انا اشتريتها، كنت بنقذه. بتنقذه ايه واشتريتها؟ انت اشتريتها بالخساره، تشتريها بربع ثمنها. انت ايه؟ نصاب وحرامي يا اخي. ايوه نصاب. ترى ايه يا جدع انت في ايه؟ الباشا قاعد بيتعشى مع الاسره بتاعته في امان الله، عامل قلق ليه؟ اتكل على الله. ايه ده هو ده اللي جابه يحميك يا كمال يا لباد. انا عايز اقول لك على حاجه، ما انت لو وراك رجاله كلها وراها رجاله. عاش يا هوجن. والختمة الشريفة يا اختي ما اعرف هو فين. انا صحيت من النوم دخلت المطبخ اعمل لهم فطار العرايس، طلعت ما لقيتهوش. اكيد يعني اللي نزله الشديد القوي. شديد قوي ايه اللي ينزل عريس يوم صباحيته ما يرجعوش لدلوقتي حماد؟ انا ياما اللي بختم نيل في الثلاث رجاله ينزلوا يوم صباحيتهم. نصيبي يا رب وراضيه بيه. معلش يا اختي معلش، نعمل ايه في حظك المهبب والمنيل ده؟ لا 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 بقى يا ست ام نوجه، ابني راجل وسيد الرجاله وما ينفعش يعني تربطيه في بقجه واحده زيه زي غيره كده. بقجة ايه يا اختي؟ احنا بنبيع فاطم الايات ولا ايه؟ طب ابنك فين يا حماد؟ هو فين؟ مالك يا لطفي؟ يا لهوي مالك يا لطفي؟ يا خرابي. اسم الله عليك. انا نفسي اعرف انت عامل ايه في الناس مخليهم كلهم اعدائك بالشكل ده. اعدائي يا نور؟ اعدائي؟ اخص عليكي، انا حبايبي مالهمش عدد. ارجوك يا نور، ارجوك ما تظلمنيش. واضح ان انت اللي ظلمت ناس كتير قوي. انت ما شفتش الولد كان بيبص لك في عينك ازاي وبيقول لك انت السبب انك قتلت ابويا؟ ما شفتش همه وحزنه كانوا عاملين ازاي؟ الولد ده فاهم غلط يا نور. ابوه انا اللي انقذته من الافلاس، لولا اللي عملته معاه كان زمانه مرمي في السجن. طب وما واجهتوش ليه؟ ما قلتوليش ليه الكلام ده في عينه؟ جاي تقوله دلوقتي؟ ما هو قال له كده يا نور، بس يمكن مرضاش يحرجه قدامنا. يا حبيبتي مش كل الكلام يتقال لكل الناس. ابوه فعلا كان من اعز اصحابي،
وفعلا مات بقهرته، بس مش بسببي، ده بسبب اللي وصل له. يا نور يا حبيبتي، لولا اللي عمله كمال مع محسن غيته ما كانش ابنه الفاسل ده بقى معاه فلوس ولا عنده جردات ولا دخل مطعم زي اللي قابلكوا فيه امبارح وقل ادبه. للاسف العيال الصغيره ما بتذاكرش التاريخ. المهم دلوقتي الولد ده لازم يجي راجع. انا هكلم علي يجيبه من الكلبش. خلاص يا محمود، مش ناقصاك بقى. ما خلاص هوجن قام بالواجب وزياده، ورامي ده هرب زي الفار. ازاي يا كمال؟ هو لولا هوجن ده مش كان زماننا دلوقتي الله اعلم بينا؟ خلاص خلاص يا لميس، انا هحل الموضوع ده بطريقتي. تاني طريقتك؟ طريقتك دي اللي شكلها موتت ناس كتير قوي، مش مامي بس. صباح الفل يا ست الكل. هي مالها زربونه ليه؟ اقسم بالله اني لو ابويا الباشي كنت افضل ليل نهار ابوس ايدي وش وظهر. اسمع يا هوجن، احنا ما بنتدخلش في اللي مالناش فيه. صح صح يا سمير، بس انت وشك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. كويس ايه؟ ده انت مناخيرك زرعت باين قطن ولا ده ايه دي؟ بس بقى يا هوجن. طب وانت فهد دراعك عامل ايه؟ لسه بينقع؟ بقول لك ايه، مالكش دعوه بدراعي. طب بقك ولا ليك دعوه بقى ولا بدراعي يا عم، خليك في حالك. نور عمرها ما هتنسى ولا هتصفى. كمال احنا كده اتأخرنا على المزاد، يلا بينا. انا مش عارف اعمل لها ايه، مش عارف. يلا رجاله خشوا بالعربيات. اتفضل يا كمال بيه. تعال يا هوجن، انت من النهارده هتركب معايا. سمير روح انت اركب مع فهد. امرك يا باشا. اوعى بقى. انا نفسي افهم بس ايه اللي بيعمل فيك كده، كل شويه متخرشم. انت بس يا ابني بتوجع قلبي ليه؟ حادثه ما فيش حاجه. حادثه؟ ويعني هي الدنيا سابت الحوادث كلها وجت قفشت فيك انت؟ ايوه. ده انت كل اسبوع متخرشم، يا مره يا مرتين. يا ابني بقى انا تعبت، مش مرتاحه لك. وربنا انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس المشوار ده انت مش عامله بكيفك وان وراه شر، عشان كده ما سبتلكش البيت ومشيت. اصيله اصيله يا نوره. اصيله اصيله يا ام السيد، كتخيبه. ده الحريم اقدام، وده احنا شفنا من اول يوم اهو. الله اعلم بقى مستخبلنا ايه بعد كده. كل خير يما، كل خير يا حبيبتي. وبعدين ما حدش باخد غير نصيب، وانا وابنك على تكه، فما تكمليهاش عشان ما تخربيش علينا يما. قول لامك حاجه. بقت رجلي. انا مالي يا اختي؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على ظهره. انا ليا في ابني. ياما. بسم الله عليك. سمعي طيب. بص يا ولد، انت بعد كده وانت نازل وانت طالع لازم تقدم لي تقرير. طب تصدقي من لما كان عيل صغير قد كده عمر ما حد ضربه. اهو نصيبه، نصيبه اتضرب دلوقتي، اتضرب دلوقتي. ايه بقى هنعترض؟ لا ولا نصيب ولا حاجه، هي اقدام. بس بقى تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح المزاد اليوم على أصول شركة مصر فرنسا للاستثمار العقاري كما هي موضحة قدام حضراتكم في كراسة الشروط. نفتتح المزاد ب 60 مليون جنيه. 62 مليون جنيه. 62 مليون جنيه عند الأستاذ. 62 مليون جنيه. 63 مليون. 63 مليون جنيه. 65 مليون. 65 مليون كمال بيه. أيوة يا كمال بيه، صحصح الدنيا. 65 مليون جنيه كمال بيه. شكلنا هنقعد سنة نطلع مليون. 68 مليون. 68 مليون جنيه. 68 مليون جنيه.
70 مليون. 70 مليون جنيه. هي الناس وصلت الشركة عشان الميتنج؟ صحيح. احنا كده هنتأخر عليهم. لا 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 ما تقلقيش. 120 مليون. 120 مليون جنيه كمال بيه. 120 مليون جنيه كمال بيه. الله اكبر عليك يا كمال بيه. 120 مليون جنيه. حد قال زياده؟ حد قال زياده؟ 120 مليون جنيه كمال بيه. قلقونا. 120 مليون جنيه كمال بيه. على دوين. 120 مليون جنيه كمال بيه اللباد. على ترين. الف مبروك كمال بيه. الف مبروك يا